السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والتفاصيل الكاملة حول حريق قاعة الهيثم الملكية في نينوى، وآخر صورة للعروس المتوفاة جراء اندلاع هذا الحريق. وفاة أكثر من 113 شخصا وإصابة 150 في حريق بحفل زفاف في محافظة نينوى شمال العراق. كانت عائلة مسيحية من الموصل تحتفل بعرس حنين وريفان، والأمور ماشية طبيعية، وفي ثوان معدودة تحول هذا الفرح إلى حريق هائل اندلع في قاعة الهيثم الملكية. راح ضحيته أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 150 آخرون. وأعلن فريق الدفاع المدني أن القاعة تبخرت بالكامل بسبب الألعاب النارية، وتضاربت الأنباء بشأن الأعداد الصحيحة لضحايا حريق قاعة الأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى بالعراق. وتواردت الأنباء عن مقتل 120 شخصا وإصابة أكثر من 200. أفاد المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر بأن عدد قتلى حريق قاعة الحمدانية في الموصل بلغ 87 شخصا حتى الآن. ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد.